أحلى وأسهل حلا تركي بأيدي المصرية، بدون بيض، بدون لبن، بدون أي مواد معقدة وإضافات كتير. بس قبل ما نبدأ الفيديو استاذنك تشترك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ في الوصفة. ربع كوباية زيت، ربع كوباية مية دافية، رشة فانيليا، رشة ملح، تمام، معلقتين صغيرين سكر أو معلقة كبيرة سكر. هتقلبي كويس جدا جدا لحد ما السكر يدوب معانا. زي ما انت شايفة المكونات بتاعتنا سهلة وبسيطة ومتوفرة جدا في كل بيت، مفيش اي حاجات تانية غير المكونات دي. كوباية ونص دقيق، كوباية ونص دقيق هننخلهم واحنا بنحطهم على السوائل. هنقلب كويس جدا ونعجن لحد ما تبقى العجينة معانا طرية وملساء جدا جدا. هنغطيها بكيس ترتاح لمدة نص ساعة، واول ما ارتاحت طلعتها وبرمتها. وقطعيها التقطيعه اللي انت عايزاها، كبيره صغيره، بس يستحسن تبقى صغيره، تمام، عشان تديكي نتيجه كويسه. للامانه تديكي نتيجه كويسه. انا زي ما انت شايفه كده انا كورتها وهسيبها على جنب، تمام. لميت العجينه وكورتها وكل واحده لوحديها وهرصهم جنب بعض، وبعد كده هغطيهم بكيس بلاستيك وهبدأ في اول واحده انا بدأت فيها، تمام. دي اول واحدة انا بدأت فيها. هفردها كويس جدا كورة زي ما انت شايفة كده، مردنة، اللي انت بتعجني بيها اي حاجة بايديكي مفيش اي مشكلة. زي ما انت شايفة مهم. لفتها بسمك نص سنتي اهو، نص سنتي. وهتجيبي عندك اي حشو انت عايزاه، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة غامقة، اي حاجة، اي حاجة كراميل، اي حاجة بس يكون مجمد. اهم حاجة يكون مجمد في الفريزر. وقبل ما تبداي الوصفة تكون الحشو اللي انت عايزة تحطيه دوت يكون محطوط في الفريزر قبل منها، تمام. هتحطيه وتلمي طروف العجينة كلها على بعضها جامد جدا وتضغطي عليه. وتجيبي عندك الصينية اللي هتدخليها الفرن مدهونة رشة زيت زي ما انت شايفة، وتقلبيها من الجنب اللي انت قفلتيه، تمام. والعجينة كلها عملتها بنفس الطريقة. انا زودت العجين عشان خاطر ايه يعني، ما شاء الله الحبايب، تمام. حطيتها في الفرن لمدة نص ساعة، خدت لون من تحت، وبعد كده طلعتها في الشواية خدت لون على طول وانتي واقفة، ما بتاخدش وقت. طلعت من الفرن غطيتها بكيس بلاستيك وغطيتها بفوطة، وبعد كده اول ما بردت بسم الله ما شاء الله، بصي الشوكولاتة سايحة 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 جنب كوباية شاي، جنب كوباية قهوة لوحدها. خرافة والله العظيم، طعمها جنان بجد، وكمان بالأخص لما بردت. يعني وانتي بتاكليها كده الشوكولاتة بتتكسر معاكي مزاج، مش قادرة اقولك في حتة تانية خالص. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك، كومنت حلو زي قلبك، واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.